دخل الجنود قرية واغتصبوا كل نسائها إلا واحدة من النساء. قاومت الجندية وقتلته وقطعت رأسه. وبعد أن أنهى الجنود مهمتهم ورجعوا لثكناتهم ومعسكراتهم، خرجت كل النساء من بيوتهن يلملمن ملابسهن الممزقة ويبكين بحرقة إلا هي. خرجت من بيتها وجاءت حاملة رأس الجندي بين يديها، وكل نظراتها عزة نفس واحتقار للأخريات، وقالت: هل كنتم تظنون أنني سأتركه يغتصبني دون أن أقتله أو يقتلني؟ فنظرت نساء القرية لبعضهن البعض وقرروا قتلها حتى لا تتعالى عليهن بشرفها، ولكي لا يسألهم أزواجهم عندما يعودوا من العمل لما لم تقاوموا مثلها. فهجموا عليها على غفلة وقتلوها. قتلوا الشرف ليحيى العار. هذا حال الفاسدين في مجتمعنا. اليوم يقتلون ويعزلون كل شريف كي لا يكون شاهدا على فسادهم. فالفاسدون لا يتقبلون أن يكون هناك شريف بينهم.